من قدام جامع السلطان حسن هثبت لكم ان العمارة دي فن وفلسفة اكتر ما هي هندسة. هكشف لكم حاجات وهمية عن المكان ده. الجامع موجود في ميدان صلاح الدين في السيدة عائشة، ومن هنا تقدر تشوف القلعة. التصميم بتاعه حقيقي فظيع، يمكن علشان التفاصيل المعمارية الكتيرة والرهيبة رغم ان المبنى ضخم جدا. هتلاقي جامع الرفاعي جنبه، هنتكلم عنه بعدين. بس لما تدخل من هنا هتلاقي بوابة الجامع. ليه بوابة واحدة بس؟ علشان دي إشارة لوحدانية الله، وعلشان توصل للبوابة لازم تطلع 12 درجة، ودي كمان إشارة لشهور السنة. عند البوابة في مساحة فاضية كبيرة، المساحة دي بتعزلك تماما عن أصوات وزحمة الشارع، وده بيثبت ذكاء المعماريين زمان وإزاي كانوا مهتمين بالجانب النفسي والعاطفي. بعد كم درجة سلم هتوصل أخيرا لمكان الصلاة. ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. الجامع فيه ساحة مربعة كبيرة من غير سقف زي معظم جوامع القديمة، وفيها 4 إيوانات مرتبطين بالمذاهب ال4 في الإسلام: الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي. وهنرجع تاني للأرقام. زي ما شايفين إنه مبني على 8 أعمدة، وده مش رقم عشوائي. ال8 أعمدة وال8 شبابيك دول إشارة لعدد أبواب الجنة، وكمان الملائكة اللي شايلين عرش الرحمن 8. الجامع ده بيبين التفاصيل الفريدة في العمارة الإسلامية. بعد كده هتلاقي قبر السلطان حسن اللي ما اتدفنش فيه أصلا، بس ابنه اتدفن فيه. هتلاحظ إن الإضاءة فيه بتختلف وبتخلق جو فريد بيعزلك عن العالم الخارجي. وبرضه حابة الفت نظرك للتصميم المتكرر بألوان عكس بعض، وده أسلوب مشهور في العمارة الإسلامية، وكأنه بيعبر عن تعاقب الليل والنهار. الجزء العلوي من الجامع له شكل اسمه عرايس السماء، ممكن كمان يكون شكل مجموعة ناس واقفين في صف واحد، وده بيشير للمساواة بين البشر. المقريزي ذكر في كتاب له إن المعماري كان عايز يوري رحلة الإنسان على الأرض من خلال تصميماته. ده ظاهر في بداية الجامع لما ندخل ممر مظلم كان عايز يعبر عن عملية تكوين الأجنة في رحم الأم. بعد ما نخلصها بندخل على منطقة الجامع المنورة جدا، ودي إشارة لبداية الحياة وشباب الإنسان. وبعدين جزء الصلاة اللي بيشير لمرحلة الكبر لما الناس بتهتم أكتر بالصلاة. وبعدين القبر اللي بيشير لموت الإنسان ونهاية رحلته. كل ده خلى جامع السلطان حسن مميز جدا. الجامع اتبنى في العصر المملوكي، العصر اللي كانت فيه الحالة السياسية مش مستقرة، والقلعة كانت رمز لقوة. علشان كده السلطان حسن اختار المكان ده بالذات والتصميم ده بالذات علشان الجامع يبقى ظاهر ويثبت أهمية الدين مع القوة، وإن الدين يعني العدل. الجامع ده مش مجرد مكان تعليمي عادي، ده تاريخ بتقراه مع كل رمز في حجرته.